الصيام المتقطع بقى ترند في كل مكان. ناس كتير بتقول إنه غير حياتهم وخلاهم يخسوا من غير دايت قاسي، لكن في أسرار مهمة محدش بيقولك عليها. لو معرفتهاش ممكن تخسر صحتك بدل ما تخسر وزنك. تعالوا بينا كده علشان نعرف كل حاجة. لازم تتابعوني للنهاية وما تنسوش تحطوا لايك وتشترك في القناة، ويلا بينا على بركة الله نبدأ كده. في البداية يعني ايه صيام متقطع؟ الصيام المتقطع ده يعني نظام بيقسم اليوم لفترتين. فترة صيام بتكون عادة 16 ساعة، وفترة أكل بتكون عادة 8 ساعات. خلال فترة الصيام ممنوع أكل، مسموح إن أنا أشرب مية وأشرب شاي وأشرب مشروبات بس بدون سكر. خلال فترة الأكل بتاكل وجبات متوازنة، مش لازم تحرم نفسك خالص، بس أهم حاجة تاكل أكل متوازن. طيب ليه بقى الصيام المتقطع ده فعال؟ علشان أسباب كتير جدا. رقم 1، بيساعد الجسم يحرق دهون بتكون مخزنة فيه. رقم 2، بيرفع هرمون النمو. رقم 3، بينظم الأنسولين. رقم 4، بيقلل الالتهابات. رقم 5، بيخلي الجسم يدخل حالة الحرق الذاتي ويتعود إنه هو يحرق. بصوا بصراحة فعال وممتاز جدا، ومش بس كده، لا كمان صحي جدا جدا. بس في أخطاء بتخلي الناس تفشل في الصيام المتقطع، وبالعكس بدل ما بتخس بتتخن، وبدل ما بتخسر الوزن بتخسر صحتها. زي ايه؟ الأكل الزايد وقت الفطار، يجي في الساعات اللي مسموح بيها الأكل وبياكل كميات زيادة وبشراهة. رقم 2، العصاير والسكر وقت الصيام. ناس كتير جدا طالما قلنا مسموح شرب مشروبات بياخدوا بقى عصاير بكميات كتيرة جدا، حتى لو فيها سكر طبيعي فده كمان بيزود السكر في الدم. رقم 3، ان هم بيقللوا من شرب المية، واحنا اتكلمنا في فيديوهات قبل كده عن اهمية شرب المية في زيادة معدل الحرق في الجسم. رقم 4، النوم المتأخر، واحنا برضو اتكلمنا عن النقطة دي ليه هي مهمة في زيادة معدل الحرق والمساعدة على فقدان الوزن. رقم 5، ان انا بستخدمه كعذر عشان اكل اي حاجة. يعني انا بقول الصيام المتقطع ده انا باخده كده كعذر ليا علشان اكل كل الاكل واقول ده انا بصوم. طب ما تيجوا نعمل كده خطة يوم كامل للمبتدئين. تعالوا بينا، يلا بينا. والخطة دي هتكون للناس اللي ما تعرفش يعني ايه صيام متقطع، او نفسها تعمل صيام متقطع بس للأسف مش عندها الخطة المناسبة. والناس اللي مش هتعجبها او مش هتناسبها الخطة دي تكتب لي في الكومنتات وانا اعمل لها خطط بديلة. ويا ريت كده تشيروا الفيديو ده كل حبايبكم علشان الكل يستفيد، وعلشان الناس تستفيد من فكرة الصيام المتقطع بس يستفيدوا منها صح. يلا بينا نشوف الخطة ايه ونبتديها ازاي. اول حاجة من الساعة 8 مساء للساعة 12 الظهر دي هتكون فترة صيام، بس باخد فيها مية، مسموح فيها كمان شاي، مسموح فيها قهوة سادة، بس اهم حاجة تكون بدون سكر، ويا ريت نبتعد عن العصاير تماما. من الساعة 12 الظهر هنبدأ وجبة الفطار، هتكون عبارة عن ايه؟ معانا بيض، توست، وخضار. وجبة حلوة جدا ومتكاملة وكمان متزنة. الساعة بقى 4 العصر هناخد سناك. السناك ده هيكون عبارة عن ايه؟ حاجة برضو مفيدة جدا وفي نفس الوقت صحية. هناخد حفنة من المكسرات او هناخد ثمرة من الفاكهة. الساعة 7 بقى مساء اللي هو وقت العشاء هناخد بروتين يكون مشوي، وهناخد معاه خضار
وهناخد معاه يعني شوية رز أو مثلا قطعة من التوست أو العيش، مفيش مشكلة خالص. بعد بقى الساعة 8 صيام لتاني يوم، ممنوع الأكل، لكن ممكن أشرب مية بكميات كبيرة، مسموح إن أنا أخد شاي أو قهوة بس بدون سكر. في النهاية الصيام المتقطع مش حرمان زي ما قلنا، هو أسلوب حياة بيساعدك تحسن صحتك وكمان بيساعدك تخس من غير ما تتعذب. جرب تطبق الخطوات اللي أنا قلتها دي وابدأ رحلة التغيير النهاردة. ولو حابب جدول يوم كامل لمدة أسبوع اكتبلي في الكومنتات، أنا جاهز أبدأ، وأنا كمان هبدأ معاك في عمل جدول متكامل لمدة أسبوع كامل. وياريت نشترك في القناة علشان يوصل لنا كل جديد، وياريت كمان نفيد غيرنا ونشير الفيديو ده لكل الناس. وياريت كمان مش أي حاجة ترند أو أي حاجة نسمع عنها نجربها من غير ما نحس أو من غير ما نعرف مميزاتها وعيوبها. وفي النهاية الصيام المتقطع ده أسلوب ممتاز جدا، صحي جدا، حلو جدا جدا، بس لو استخدمناه صح. لكن لو استخدمناه غلط للأسف مش هنخسر وزننا، لا، هنخسر صحتنا وهنكون حرمنا نفسنا على الفاضي. يا ريت لايك وشير. دمتم في حفظ الله، والسلام عليكم.